مرحب بيك النهاردة في تكملة سلسلة ال SQL Injection. النهاردة هناخد آخر لابين في ال Blind SQL Injection. هي في لابات تاني لكن هي محتاجة نسخة ال Paper Suite البروفيشنال، لكن هي مش متوفرة معانا دلوقتي. فده يعتبر آخر لابين في ال SQL Injection، لكن مش آخر فيديو، لأن لسه في فيديوهين أو فيديو على حسب. يعني أول فيديو بيتكلم نظريا أو كثيوريتيكال عن إنك أنت إزاي تعمل باي باس للفاير وولز أو الفلترز الموجودة على الويب سايت وبتمنعك إنك تعمل SQL injection. تاني فيديو بيتكلم أو هنبدأ نطبق اللي احنا خدناه في الفيديو الأولاني اللي هو النظري، هنبدأ نطبقه على مواقع موجود فيها الفاير وولز وموجود فيها كمان الفلترز، وكده نبقى احنا خلصنا في الأول صفحة معانا في السيرفر سايد سيرفر سايد اتاك، وبعدين نبدأ ندخل في الثغرات التانية. ففي البلايند اس كيو انجكشن خدنا لابين قبل كده. أول لاب إذا كانت الكويري بتاعتك true كانت بترجع لك الويلكم باك مسج، وإن كانت false مش بترجع لك الويلكم باك مسج. واحنا استغلينا اللوجيك ده ان احنا لما بنعمل الانجكشن بتاعنا ورجعت لك الويلكم باك فانت تعرف ان الانجكشن بتاعنا صح، لكن لو ما كانتش بيرجع الويلكم باك فانت تعرف ان الانجكشن بتاعك غلط. وفي اللاب التاني ما كانتش بترجع لك الويلكم باك او اي رسالة او اي ريسبونس مختلف اذا كانت الكويري بتاعتك صح ولا غلط، يعني الكويري بتاعتك بترجع قيمة او لا، لكن كان بيهمه ان كانت الكويري بتاعتك valid او مش valid. لو مش valid كان بيطلع لك خطأ كده اللي اسمه internal server error. فاحنا استخدمنا الكيس وين ان احنا بنبني الكويري بتاعتنا اذا كانت صح فهي بتخلي الداتابيز تكسكيوت سنتكس معين، وطبعا احنا كنا بنلعب في السنتكس ده بنخليه غلط فبترجع لك الخطأ اللي بيجي لك اللي اسمه internal server error. فلو رجع لك انت بتعرف ان الانجكشن بتاعك صح، لكن لو الموقع بتاعك اشتغل عادي اعرف ان الانجكشن بتاعك مش صحيح او مش موجود فيه البيانات اللي انت كتبتها. طبعا انت محتاج تتفرج عليهم كمان. اما في اللابين اللي جايين دول فهو بيصعب عليك الحكاية اكتر. منهم ان مفيش ريسبونس مختلف بيرجعلك اذا كانت الكويري بتاعتك صح او غلط. ثانيا ان كانت valid او مش valid برضو مش بترجعلك اي خطأ زي بتاع الانترنال سيرفر ايرور، برضو مش بترجعلك الخطأ ده. لكن برضو انت تقدر تستغل البلايند اس كيو ال انجكشن باستخدام فانكشن السليب. فانكشن السليب دي كل حكايتها او كل وظيفتها بس ان هي بتوقف الكويري لمدة ثواني معينة انت بتحددها. يعني لو كتبت سليب مثلا 10 فهي بتوقف الكويري 10 ثواني، تعد 10 ثواني وبعدين تشتغل او ترجع لك الاوتبوت بتاعها. فاحنا هنستخدم برضو الكيز وين ان لو كانت الكويري بتاعتنا غلط مش بنخلي بقى الداتابيز بتكسكيوت سنتكس غلط عشان تبعت لنا ايه. لا، احنا نخليها تكسكيوت الفانكشن اللي اسمها sleep، وبعد كده احنا بننتظر بقى الريكوست هيجيلنا بعد كام ثانية. يعني انت لو كتبت sleep مثلا 10 ثواني فهتستنى ان الريكوست هيجيلك بعد 10 ثواني. ده طبعا هنشوفه في اللاب بالتفصيل في اللابين اللي جايين ان شاء الله، وهنحل فيهم وان شاء الله هتفهم وتلاقي الدنيا كويسة معاك. تمام، فاحنا هننزل بقى نحل اللابات على طول. اوكي، ندخل على اول لاب في التايم. انا بقول لك عشان انت تحل اللاب ده بس انت بتأخر ريكوست 10 ثواني. اوكي، طبعا هتفتح الهند. انت محتاج السكول انجكشن تشيت شيت وبعدين تاكسس تو لاب. اوكي تمام، نروح للبيب سويت، تفتح الانترسبت وبعدين تكاتش الريكوست وتوديه للريبيطة. اوكي،
عاوزك تلاحظ حاجة هنا كمان، انك انت استلمت الريسبونس ده في 101 ملي سكند. لو دوست جو تاني هتستلمه في وقت مختلف برضو 98 ملي سكند. فاحنا لما نستخدم فانكشن السليب، انت بتغير القيمة دي، هتلاقيها اتغيرت معاك على حسب الثواني اللي انت كاتبها. يعني لو كاتب ان السليب دي 10 ثواني، فهتقعد ال10 ثواني زائد الوقت الطبيعي اللي بيوصل لك فيه ريكوست، اللي هو 98 او 100، او ممكن يتأخر كمان شوية عن كده. يعني هتلاقيه فوق ال10 ثواني اللي انت محدده. تمام. فاحنا لو دخلنا هنا وعملنا سنجل كود مثلا، بعدين دوسنا اوكي، ما هتلاقيش اي اختلاف. حتى لو عملنا الكومنت برضو ما فيش اي اختلاف. لو كتبت اي حاجة غلط بوظت الكوي، خليتها مش valid، فبرضو ما فيش اي اختلاف. فهنا في طريقتين ممكن تحل بيهم. اول حاجة انك انت تعمل علامة الكونكات وبعدين تحط الكوي بتاعتك بين قوسين، او انت تقفل الكوي دي خالص وتعمل كوي جديدة. اوكي. فاحنا هنحل بالطريقة دي، ان احنا هنقفل الكوي القديمة بالسيمي كولن، وبعدين نكتب الكوي بتاعتنا. هتروح ايه بقى SQL injection cheat sheet، هتلاقي هنا conditional time delay. لا مش هنا، هتلاقيها فوق شوية. تمام، في التايم ديلي. اوكي، انت بتجرب في السلكت الجديدة، هتجرب دول. يعني مثلا زي ماي سيكوال دي هتاخدها كوبي، وبعدين تطلع على الريبيتر، وبعدين تعمل كده. بس عشان تشتغل معاك انت محتاج تعمل حاجة اسمها URL encode للعلامة دي. تمام. عشان الريكوست ما يتلخبطش بين العلامة دي بتاعت الكويري او بتاعت البيبي سويت نفسها او بتاعت الريكوست نفسه، فانت محتاج تعمل URL encode. ولما بتوصل للداتابيز URL encode ده بيتعمل له ديكود، وبترجع نفس العلامة دي، بترجع السيمي كولن، وبعدين تتنفذ الكويري بشكل طبيعي. بس عشان ما يحصلش تداخل بين السيمي كولن بتاعت الكويري والسيمي كولن بتاعت الريكوست نفسه، فانت محتاج ايه زي ما قلنا تعمل URL encode. هتنزل تحت، هتدوس على convert selection، بعدين URL، بعدين تعمل encode للكي كاركتر، هتلاقيه بالشكل ده. وبتسلكت سليب 10 ثواني. لو دوست اوكي وما تنفذتش، فانت هتحاول تشوف سنتكس تاني زي بتاعت البي اس كيو ال دي، هتدوس كوبي، وبعدين ترجع تطبعها مكان دي. تمام، وتدوس اوكي. هتلاقي الريكوست اتأخر معاك انه نفذ السلكت ونفذ السليب، وهتأخر معاك لمدة 10 ثواني زائد المعدل الطبيعي اللي بيترسلك فيه الريكوست. وهتلاقي هنا اهو 10 ثواني و106 ملي سكند. تمام. او الطريقة التانية انك انت تشيل العلامتين دول وبعدين تعمل علامة الكونكات دي، بس تحط الكوي بتاعتك بين قوسين بالشكل ده، بعدين تضغط اوكي. برضو نفذت معاك لمدة 10 ثواني و111 ملي سكند. وهتلاقي ان اللاب هنا solved، يعني هو اتحل. هتروح لللاب، اوكي، هتدوس مثلا هتفك البروكسي، وهتلاقيه يشتغل معاك انك انت حليت اللاب. اوكي، كده بقى ندخل على اللاب التاني. اوكي، احنا بقى هنستخدم الكيز وين
وبدل ما كنا بنعمل مثلا تو شاي واحد على الزيرو عشان لو الانجكشن بتاعنا صح فهي بترجع الايرور بتاع الانترنال سيرفر ايرور، لا احنا هنبدل التو شار دي وهنحط بدلها السليب. اوكي، هنحط بدلها السليب. تمام. وهو هنا كمان بيقول لك انك انت عندك اليوزر نيم وعندك الباسورد وعندك اليوزرز، جدول اليوزرز، وعشان تحل اللاب انت محتاج تعمل لوجين كادمنستريتور. اوكي، ندخل على اللاب. تمام، اللاب فتح معانا. نرجع نفتح الانترسبت، بعدين نكاتش اي ريكوست، وبعدين نوديه للريبيتر. نفتح بقى ايه الانترسبت تاني. اوكي تمام. فاحنا هنكتب مثلا السنجل كود بتاعتنا وندوس اوكي، هنلاقي برضو نفس الرياكشن بتاعه، برضو ما اتغيرش عن اللاب اللي فات. فاحنا هنحل ان احنا بنعمل كويري جديدة، نحط السيمي كولن دي وبعدين نعملها URL انكود. اوكي، وبعدين احنا بنكتب السلكت. احنا بنبني بقى ايه كويري جديدة خالص. ان الكيس وين هو قال لك انك عندك يوزر نيم وعندك باسورد من اليوزر. تمام، فاحنا هنكتب ايه ان اليوزر نيم بتاعنا يوزر نيم بيساوي الادمنستريتور فانت بتعمل زن سليب البي جي سليب لمدة 10 ثواني، ولو مش موجود فانت بتسلكت الاكس وبعدين تعمل end from users. تمام كده. لو موجود عندنا الادمنستريتور هتعمل لك الريكوست انه هيأخره لك لمدة 10 ثواني. لو مش موجود فهتعمل لك انك هتعمل select للإكس from user، فهندوس اوكي. تمام. تمام، كلمة اللي لسه احنا كاتبينها غلط. اوكي، تلاقيه تمام موجود. الادمنستريتور هو دلوقتي بيعمل سليب لمدة 10 ثواني. تمام اهو 10 ثواني و113 ملي سكند. طب لو هو مش موجود، يعني انت كتبت اسم مش موجود ودوست جو، هتلاقي الموقع اشتغل معاك بطريقة طبيعية لأنه ما عملش سليب. معناها إن كده إن الأدمنستريت ده يعني الاسم ده مش موجود عندك في الداتابيز. أوكي، طبعا إيه نمشي بقى إيه نفس كده. الطريقة اللي إحنا كنا بنحل فيها في اللابات إن إحنا بنعمل اللينس بتاع الباسورد. باسورد إنه يساوي واحد مثلا، إن اللينس بتاع الباسورد يساوي واحد. لو صح هيعمل لك سليب، لو غلط هيعمل لك ايه انه بيسلكت الاكس من اليوزر على طول. تمام. فاغلب اللابات اللي احنا بنحلها كان اللينس بتاعنا كان 20، فاحنا هنقول ان اللينس بتاع الباسورد 20 على طول. اوكي تمام. في حاجة برضو غلط. طبعا نسينا كلمة الاند. كويس برضو ان الاخطاء دي بتبان قدامنا. اوكي تمام كده. هتستنى 10 ثواني عشان بتوضح ان اليوزر نيم اسمه administrator واللينس بتاع الباسورد بيساوي 20.
اوكي. فاحنا كده هنكتب بقى السبسترينج عشان نعمل بروت فورس على الباسورد. فانا كاتب الكويري هنا برضو عشان ايه الوقت الفيديو، كاتب الكويري هنا كلها كاملة. تمام. اوكي. احنا بنعمل ايه؟ احنا قفلنا الاول بالسيميكولن، وبعدين عملنا URL انكود، وبعدين بسلكت في حالة ان اليوزر نيم بيساوي ادمنستريتور واول حرف في الباسورد بيساوي الايه. لو صح انت بتعمل سليب لمدة 3 ثواني، لو غلط انت بتسلكت الاكس من اليوزر. ف ندوس اوكي، هتلاقي غلط، فاحنا هنوديه للتربو انترودر عشان نبدأ نعمل بروت فورس. تمام. ده نفس السكريبت اللي احنا بنستخدمه، بس انا غيرت هنا ان الكارنت كونكشن بس خليته كونكشن واحد وبيبعت 8 ريكوست في الكونكشن، وعملت البيب لاين ترو. هنيجي بس ان احنا ايه هنعوض عن القيم اللي احنا عاوزين نعملها بروت فورس. دي تبقى من 1 ل20 طبعا، ودي من A to Z ومن 0 to 9. نحط علامة الفيلمية والاس، وبعدين نشغل الاتاك، نرجع ان كل الكود شغال تمام عشان ما يظهرلناش اي خطأ، وبعدين نشغل الاتاك. تمام. بدأ يشتغل معانا. هتيجي عند التايم هنا تعمله ترتيب تنازلي. اوكي. فانا هسيب اللاب يتحل، او هسيبه انه يخلص البوت فورس. تمام. احنا كده خلصنا الهجوم تقريبا في 6 دقايق زي ما احنا كنا متوقعين، ورجع لنا ال20 كاركتر. هنبدأ نجمعهم عادي، بس قبل ما احنا هنجمعهم في شوية ملاحظات كده انت ممكن تاخد بالك منهم. ان دلوقتي احنا رجع لنا 20 كاركتر، لكن لو رجع لك 19 برضه انت هتجمع 19 كاركتر وتشوف الكاركتر الناقص مكانه فين وتعمل عليه بروت فورس لوحده. او ممكن يرجع لك كمان اكتر فوق ال20 كاركتر، فانت برضه هتجمع، هتلاقي في اماكن اتكررت فيها كذا حرف. يعني مثلا المكان الاول ممكن كان بي، ورجع ريكوست تاني برضه قالك ان المكان الاول مش بي لا A مثلا. فانت هتجرب الباسورد بالاي وهتجرب الباسورد بالبي، يعني على حسب العدد اللي رجعلك. لكن لو رجعلك 20 فانت كده انت تمام، فانت هتجمعهم بس. كل اللي عليك انك انت تجمعهم بس، فانا هجمعهم وهرجعلك تاني. تمام. احنا كده جمعناهم. اتمنى بس ان احنا نكون جمعناهم صح. نروح على اللاب، هنكتب administrator وبعدين الباسورد. اوكي. تمام. احنا كده حلينا اللاب وخلصنا. وندخل بقى في اللابات في الفيديوهات اللي جاية، ان احنا هنشرح زي ما قلنا السوتيكال، ازاي انك انت تعمل باي باس للفلتر او الفاير وول الموجود على الويب سايت وبيمنعك انك انت تعمل سكرول انجكشن. وبعدين الفيديو التاني هيكون تطبيق للفيديو الاولاني اللي هو النظري، وهنجيب مواقع لايف و هنجيب مواقع لايف وهنجرب عليها. بس الفيديو التاني اللي احنا هنطبق عليه ده على مواقع لايف او مواقع حقيقية شغالة، ممكن ما تحطش على يوتيوب وهتحط على جروب التليجرام بتاع القناة. فانا هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن عشان تشتركوا في جروب القناة، او ممكن احطه لمدة 24 ساعة على يوتيوب، وبعد كده هيكون موجود على جروب التليجرام بس. يعني لسه هنشوف.
فلو وصلت لحد هنا فأحب أشكرك طبعا إنك أنت كملت معايا الفيديو للآخر، وبالتوفيق إن شاء الله. متنساش بقى دعمك لينا والاشتراك واللايك.